قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف لأجندة تطرف حكومة الاحتلال الإسرائيلية لإطالة قيادتها السياسية. جاء ذلك في منشور للصفدي على حسابه بمنصة إكس بعد يوم من اغتيال القائد في حركة حماس صالح العاروري برفقة 6 من كوادر الحركة في العاصمة اللبنانية بيروت، في ظل تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية منذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي. وأكد الصفدي أن إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الإسرائيلية التي تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية وجر الغرب إلى حرب إقليمية. وأشار الوزير الأردني إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان ترجمة لهذه الأجندة التي تنفذ قتلا وتدميرا. وحذر الصفدي من أن الجميع سيدفع ثمن استباحة القانون الدولي وعدم كبح هذا التطرف. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا الباحث السياسي أحمد الزعتري. سيد الزعتري، أهلا وسهلا بك. إذن تصريح لوزير الخارجية الأردني يقول بأن توسع الحرب وإطالة أمد الحرب هو فقط لإنقاذ القادة السياسيين، برأيك وتعليقك على هذا التصريح؟ بداية مساء الخير لك وللسادة المستمعين. أهلا بك سيدي. الكرام. لا شك أن ما تقوم به دولة الاحتلال وتحديدا نتنياهو وشركائه المتطرفين في هذه الحكومة هم يسعون لتوسيع دائرة الحرب هروبا من الاستحقاقات التي تنتظرهم بعد ما يقارب 90 يوم من الحرب. هذه الحكومة لم تحقق أهدافها التي أعلنتها بالأصل، وهي إعادة الأسرى، الجنود الأسرى، وتدمير حركة حماس. حتى الآن لم تحقق أي من هذه الأهداف، وبالتالي وبعد هذا الفشل الذي يعني يعد فشل لأنه 90 يوم والحرب مستمرة، فبالتالي حكومة نتنياهو تسعى إلى توسيع دائرة الحرب، تسعى إلى توريط جهات أخرى، حتى هي لا تتورع عن أن تورط أمريكا وجهات غربية وهم شركائهم. وهذا ما يمكن قراءته أو استنتاجه من خلال تصريح الخارجية الأمريكية أول أمس عندما قالت أو أعلنت أن تصفية أو اغتيال العاروري لم يكن بالتنسيق مع الولايات الأمريكية المتحدة، وأن إسرائيل أخبرت الولايات الأمريكية المتحدة فور أو بعد التنفيذ. وهذا يدل بشكل واضح أنه الإدارة الأمريكية غير معنية بالتصعيد، غير معنية بتوسيع دائرة الحرب. كل يعني الدول المحيطة هي لا ترغب بتصعيد الحرب، وفقط الذي يريد تصعيد الحرب وتمديد الحرب هو نتنياهو وشركائه في الحكومة اليمين المتطرف، لأنه أول شيء يمتلك أفكار ويتحرك بناء على أفكار تلمودية، أفكار متطرفة هي تؤمن فقط أن الحرب هي الوسيلة للتعامل مع الأعداء، وهم يحلمون بإسرائيل الكبرى من النيل الفرات، وهم يرون أن هذه فرصة تاريخية لإشعال المنطقة بالحروب لعلهم يحققوا دولتهم وأهدافهم المتطرفة. والسبب الثاني هو هذه الحكومة تسعى للهروب نحو الأمام، تسعى إلى مزيد من الأزمات، حتى لأنها في اللحظة التي ستقف الحرب سيكون هناك أمامها استحقاقات ومحاسبات، وتحديدا نتنياهو سيذهب إلى السجن، وبالتالي هم يسعون إلى يعني خلق المزيد من الأزمات والهروب نحو الأمام. نعم سيد الزعتري، يعني هذا التصريح من يعني وزير الخارجية الأردني، يعني ومعلوم الأردن له علاقات ويعني علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي، وأيضا يعني في قبل أيام كان هنالك حادثة لتدخل الموساد داخل الأراضي التركية، وتركيا لها علاقات دبلوماسية مع الكيان. يعني نسمع التصريحات لكن لا نرى أي ردة فعل من هذه الأنظمة تجاه الكيان. كيف تفسر يعني هذا الأمر؟ يعني للأسف الشديد هذه الأنظمة منذ سنين تكتفي فقط بالتصريحات والشغب والاستنكار، وهي عودت الاحتلال على انتهاك سيادات الدول، انتهاك القانون الدولي. هذا الاحتلال تعود على الإفلات من المحاسبة ومن المحاسبة من القوانين المتحدة، التنصل من كل الشرعية الدولية.
وبالتالي عجز هذه الأنظمة عن اتخاذ إجراءات فعلية يعني تلجم هذا الاحتلال هو الذي يشجع بالاستمرار في هذه الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني. والآن يعني هو يعني ينتهك السيادة اللبنانية بشكل واضح وفظيع. يعني بالأمس بن غفير لم يتورع أن حتى ينتقد الإدارة الأمريكية عندما يقول نحن لسنا نجمة إضافية في العالم الأمريكي. صحيح أن أمريكا صديقة لنا وأفضل حليف، لكن نحن نبحث عن الأفضل لإسرائيل. وبالتالي حكومة هذه الاحتلال حكومة متطرفة عنجهية، لا ترى في كل علاقاتها السياسية، لا تقيم لها وزنا، لا تحترم أي شريك عربي تحديدا، لا تقيم لهم وزنا. هي علاقاتها انتهازية نفعية، وهي دائما تفكر في التوسع. وتحديدا دولة مثل الأردن هي أكيد يعني في مرمى تهديدات الاحتلال، لأنه يعني عندما يتم الحديث عن طرد وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، يعني الذهاب إلى الأردن يعني خلق أزمة عند الدولة الأردنية. ولكن المطلوب من الأردن وغيرها من الدول أن يكون مواقف أكثر جدية وأكثر حزم وأكثر ضغط وأكثر فاعلية في الضغط نعم. على حكومة الاحتلال ولجم جرائمها وعدوانها المستمر على الشعب المسلم. نعم. الباحث السياسي أحمد الزعتري، كل الشكر لك.